بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة تالتة ثانوي، بنكمل إن شاء الله حل النماذج الاسترشادية اللي الوزارة منزلاها. بنبدأ بنموذج رقم 2. الشكل المقابل يعبر عن جهود التأين، الطاقة اللي احنا محتاجينها عشان نفقد الإلكترونات للسلسلة الانتقالية الأولى من أول السكنديوم وماشي، فإن أحد مركبات هذه العناصر يستخدم فيه. طبعا زي ما انت شايف جهود التأين بفقد الأول في التاني في التالت في الرابع لحد الخامس عادي، جهود قليلة. لكن لما بدأ يفقد الإلكترون رقم 6 احتاج لطاقة عالية، يبقى هو آخره يفقد 5 إلكترونات. يعني هو ما معاش إلا الخمسة دول، 2 في الإس و3 في الدي، يبقى كده عنصر الفانديوم. طب الفانديوم بيستخدم في إيه؟ في دباغة الجلود، تلوين الزجاج، تحضير الأكسجين، مبيد للفطريات. طبعا تلوين الزجاج اللي هو مركب خامس أكسيد الفانديوم. السؤال الثاني بيقول ABC 3 سبائك موضحة. السبيكة A تتكون من اتحاد عنصرين ليسوا في مجموعة، وقال كلمة اتحاد، يبقى دي السبيكة البنفلزية. B عناصرها لها نفس الخواص، يبقى أكيد من عيلة الدي، يبقى دي السبيكة الاستبدالية. تتكون بإضافة نسبة كربون لنسبة حديد، يبقى دي السبيكة البينية، والكربون هيدخل في المسافات البينية. يبقى السبيكة ج بتقول A بين فلزية، B استبدالية، وC بينية. السؤال الثالث، عنصر انتقالي من السلسلة الانتقالية الأولى في حالة التأكسد موجب 2 بيكون عنده أكبر عزم. طبعا أكيد المنجنيز، لأن المنجنيز 2 5، فهو بيقول لك لما بيفقد 2 بيبقى عنده أكبر عزم، يعني عنده أكبر عدد من الإلكترونات المفردة. فإن التوزيع الإلكتروني لهذا العنصر بعد ما يفقد 3، طبعا هيفقد 2 من الإس وواحد من الدي، يبقى الدي لسه فيها 4. التركيب الإلكتروني للأيون إكس موجب 3 هو 3 دي 6، يعني بعد ما فقد 3 بقى معاه 6 إلكترونات، يبقى الراجل ده كان في الأصل 2 7. الكوبالت، فإن العنصر إكس يستخدم في إنتاج النشادر، لا ده الحديد. البطاريات هو موجود فيها، مبيد للفطريات نحاس ومنجنيز، هدرجة الزيوت النيكل. إذا كان التوزيع الإلكتروني لبعض الكاتيونات العناصر الانتقالية بعد ما فقد 2 لسه معاه 6، يبقى ده الحديد. بعد ما فقد 2 لسه معاه 2، يبقى ده عنصر التيتانيوم. أي العمليات الآتية أسهل في الحدوث؟ طبعا العملية الأسهل في الحدوث اللي توديني للحالة الأكثر استقرار. ماشي؟ فهو بقول اختزال واي موجب 3 صعب دي، لأن الحديد موجب 3 أكثر استقرار. اختزال اكس موجب صعب برضه، لان موجب 4 بيبقى بصفر، يعني اكثر استقرار. اكسدة واي موجب 2 يبقى واي موجب 3 حصل، دي كويسه، لان الحديد 2 لما بيتحول لحديد 3 دي حاله اكثر استقرار. بقول عند اضافه محلول النشادر الى احد املاح الحديد الثلاثي، طبعا هيتكون راسب بني محمر. هو بقول يتكون الماده ايه لونها بني محمر. طبعا الماده ايه ننزل لها الاول، ده ابيض مخضر، اسود، احمر، ما فيش الا الاجابه ج من غير حتى ما نكمل السؤال. عند تسخين اكسالات الحديد 2 في الهواء، هي بمعزل بتطلع الثنائي، في الهواء هتطلع الايه الثلاثي. تكونت الماده ايه، يبقى هي Fe2O3. وعند اختزالها باول اكسيد الكربون عند اعلى من 700 طبعا هيتكون الحديد، وعند امراره على الكلور هيتكون FeCl3. ماشي؟ فإن كل من المادة A اللي هي Fe2O3 أهي. طب والمادة B هي FeCl3 لأن الكلور عامل مؤكسد قوي. عند إضافة محلول كلوريد المغنيسيوم إلى أحد أملاح تكون محلول الملح X، الذي عند تسخينه يتكون راسب أبيض. يعني هو في الأول ما كونش راسب، لكن لما بدأ يسخن يكون راسب. ما عندناش في الموضوع ده إلا عيلة البي
كربونات هي اللي بتظهر الأول في صورة محلول، لكن لما بنسخنها بتقلب كربونات وتقلب رسب. عند إضافة نترات الفضة إلى محلول ملح يحتوي على أنيون، تعمل أبخرة البنفسجية على تحويل لون ورقة مبللة، يبقى هو بيتكلم في منطقة اليوديد. ماشي. بقول هيكون راسب لونه، طبعا راسب لونه أصفر بس ما بيدوبش. اليوديد ما بيدوبش في محلول النشادر. اليوديد ما بيدوبش في محلول مين؟ النشادر. يبقى راسب أصفر لا يذوب. ملح إكس عند إضافة حمض HCl له يتصاعد غاز له رائحة نفاذ، يبقى هو SO2. وفي الحالة دي احنا معانا ملحين، يعني يا كبريتيت يا صيو. يحول لون ورقة مبللة ماشي إلى اللون الأخضر، وعند تقريب لهب بنزين في المنطقة غير المضيئة يدي لون أحمر طوبي، يبقى كاتيون الكالسيوم. ماشي. يبقى احنا بنتكلم هنا عن كبريتيت كالسيوم أو صيو كبريتيت كالسيوم، هو جايب كبريتيت الكالسيوم. 11 عند إضافة محلول كلوريد الباريوم لملح الملح إكس يتكون راسب أبيض يذوب في الأحماض المخففة. طالما راسب أبيض يذوب يبقى هو بيتكلم عن منطقة الفوسفات. ماشي. أدا الفوسفات أهي، وده الفوسفات أهي، وده الفوسفات أهي. وعند إضافة محلول النشادر بكمية أخرى من الملح إكس يتكون راسب بني، يبقى هو بيتكلم عن الحديد الثلاثي، يبقى هو على بعضه فوسفات الحديد الثلاثي. هندخل على بعض المسائل. بيقول يتحد 10⁻6 جرام من Na2CO3، 10⁻6 بياخدوا مية قد إيه؟ بياخدوا من المية 18 جرام. طلباتك عاوز يعرف صيغته إيه؟ طب ما هو كده مسهل لي، هو جاب لي الخطوة الأولى خطوة كتلة المادة اللي متوفرة في كل واحدة فيهم. نحسب احنا بقى الكتلة نهي المولية. Na2CO3 لما نحسبها هتطلع ب 106. المية معروف إن هي 18 إكس، ونضرب طرفين في وسطين، كده قيمة الإكس هتطلع 10. يبقى الصيغة Na2CO3 ومعاها 10 جزيئات من المية. السؤال رقم 13 بيقول 2 من 10 جرام من حمض ثنائي البروتون. طبعا حمض ثنائي البروتون يعني حمض عنده اتشيتين بيخرجهم لما ينزل يدوب في المية. لازم لمعايرته 100 ملي من مادة ال NaOH. معلوماتها ايه بقى؟ معلوماتها 100 ملي حجما، 1/10 مولاري التركيز. خلي بالك، انا استفدت ايه لما عرفت ان هو عنده اتشيتين؟ عرفت ان انا حوزن ان عدد الاتشات بيساوي عدد الاو اتشات، فاحط هنا 2، كده المعادله بقت موزون. طب هو طالب ايه بقى؟ هو عاتلك من الراجل ده 2 من 10 جرام كتلته، وعاوز كتلته المولية. سهله، ممكن نخلصها كلها في خطوه واحده. ازاي خطوه واحده؟ هنروح لقانون المعايره اهو. القانون بيقول ايه بقى؟ تركيز في حجم. ادي الحجم، نضربه في 10 أس -3، ونضربه في التركيز ونقسمه على الوزن. هتقول لي بس الناحية التانية تركيز وحجم. لا. طب ما انا استغنى عن التركيز والحجم واحط مكانهم عدد المولات. لا. طب ما انا استغنى عن التركيز والحجم واحط مكانهم كتلة المادة على الكتلة المولية، وارجع اضرب في الوزن عادي. يعني كده كده الوزن موجود تحت زي ما هو، بس انا هغير ايه؟ بدل ما احط ام وفي هنا في قانون المعايره، احط مكانهم كتله الماده على الكتله الموليه، ما هما الاثنين في الاخر عدد المولات. تعال نعوض بقى. هنا نفس ال100 في 10 أس -3 في 1/10 على 2. الوزن هنا 1، الكتله الموليه ده المجهول بتاعي، وكتله الماده اللي هو ايه؟ اللي هي 2 من ايه؟ من 10، واضرب طرفين في وسطين فتطلع في خطوه واحده.
3 عناصر مختلفة ABC وضعت في حمض HCl، تفاعل ال A وال B. طالما ال A وال B عرفوا يتفاعلوا مع الحمض يبقى هم سابقين ال H، ولم يتفاعل ال C يبقى أكيد هو قليل في النشاط تحت كده. ده ترتيب. رجع قال وعند وضع العنصر A في محلول يحتوي على أيونات البي حدث له تآكل، فإن الترتيب طالما A اتحط في محلول B وحصل له تآكل يبقى كده ال A أنشط من ال B، يبقى الترتيب الصح A B C. A B C هو عايز الترتيب حسب جهود التأكسد، هي نفس الترتيبة A أكبر من B أكبر من C. عند مرور تيار كهربي شدته 12 أمبير لمدة 10 دقائق. في البداية أول ما تسمع التيار والزمن اضربهم في بعض، 12 في 10 في 60، 12 في 6 ب 72، يبقى أنا معايا 7200 كولوم. في إلكترولايت فترسب 6 جرام، يعني الراجل قصده إيه؟ إن ال 7200 كولوم قدروا يرسبوا لي 6 جرام من العنصر. العنصر ده تكافؤه ثنائي، يعني عاوز 2 فاراداي للترسيب. هو طالب ايه بقى؟ طالب الكتله الذريه. طب ما احنا عارفين ان الكتله الذريه بتحتاج زيت فاراداي، يعني بتحتاج 2 من الفاراداي. ما هي الكتله الذريه اللي هي الكتله الموليه، ماشي، بس بالجرامات بقى. يبقى بما ان الكتله الذريه محتاجه 2 فاراداي، بس انا ما ينفعش اسيبها كده، لازم الفاراداي ده يشال واقلبه الى ايه؟ مظبوط، اقلبه الى كولوم. يبقى 2 في 96500. خلص. اضرب طرفين في وسطين. 30 الشكل المقابل يوضح ملامسة صفيحة من المغنيسيوم لقضيب من الحديد. طبعا المغنيسيوم أنشط من الحديد، يبقى المغنيسيوم هيشتغل أنود، الحديد هيشتغل كاثود. أي العبارات صحيحة؟ يعمل الحديد كاثود، حصل، وتحدث أكسدة للمية. المية لا، المية بتطلع او اتشات بس، لكن ما بيحصلهاش لا أكسدة ولا اختزال. يعمل الحديد كاثود، حصل، ويحدث الاختزال لأكسجين اللي بيكتسب الأربع إلكترونات. دي جملة مظبوطة. ندخل بقى في العضوية. بيقول بإجراء تفاعل باير على المركب الألكيني اللي قدامك. طبعا تفاعل باير أنت هتعمل إيه؟ هتكسر الرابطة بيض أهي، وتحط هنا مجموعة OH وهنا مجموعة OH، وتبدأ تسمي المركب. تعال نسميه بقى 1 و2 ثنائي هيدروكسي بيوتين. 1 و2 ثنائي هيدروكسي بيوتين. باير تكسر الرابطة باي، تحط مجموعتين OH. كحول ثلاثي الهيدروكسيل، ما قابلناش الا الجليسرول، وعنده 2 مجموعة أولي ومجموعة ثانوي هو الجليسرول. عملنا له عملية نيترة، يبقى هيطلع ثلاثي نيتروجليسرول. توسع شرايين القلب، بتوسع شرايين القلب في حالة الأزمات الإيه؟ القلبية. الاسم الصحيح لمركب 1 ثنائي ميثايل. احنا أصلا ما عندناش كلمة 1 ميثايل دي موجودة في الدنيا. بيوتين، أدا البيوتين، وده 1 و1 ثنائي ميثايل كده. ايه اللي هيحصل بقى؟ عايز يسمي المركب ده. طبعا هنرقم من الناحيه دي: اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، خمسه. 2 ميثايل، 2 بنتين. 2 ميثايل، 2 بنتين. عند امرار غاز النشادر على ايزومر، ايوه لازم تخلي بالك بقى، هو عايز الايزومر بتاع مين؟ بنزوات الصوديوم. وزهقنا نقول بنزوات الصوديوم الايزومر بتاعها اسيتات الفينايل، اللي هي ايثانوات الفينايل. لو انت بقى حافظ دي بتنجز. هعمل له تحلل نشادري، يبقى لازم اسمع كلمة اسيتاميد. اسيتاميد اسيتاميد، ولازم اسمع النص التاني فينول. فينول. حافظ الايزومر هتنجز في السؤال. من المخطط المقابل حيث ان السي من مركبات لها الصيغة الكين وجنبه اوهتين، يعني ينفع حمض وينفع استر، بس هو قال جاي من عملية ايه؟ اكسدة
يبقى هو حمض بس. جاي من أكسدة يبقى جاي من كحول، والكحول جاي من تحلل مائي قاعدي يبقى جاي من هاليد القايل. ماشي. طب هو اداش معلومة تانية، تعال نشوف سي. دور على حمض، الدهيد، الدهيد، كحول. ده حتى هو موضح الإجابة، مفيش إلا دي. هاليد الالقايل تحط عليه كي او اتش يبقى كحول، الكحول تاكسده يبقى حمض. الترتيب الصحيح للعمليات الكيميائيه التي تستخدم للحصول على حمض الكربوليك، يعني الحصول على الفينول، من اصغر الكان. اصغر الكان الميثان. سخن الميثان يدي الاسيتيلين، الاسيتيلين تعمل له بلمره ثلاثيه يبقى البنزين، تكلور البنزين في وجود عامل حفاز يبقى كلورو بنزين، تحط عليه ان او اتش 300 و300 يبقى الفينول. يبقى ندور على تسخين وتبريد سريع، موجود اهو. تسخين شديد، تبريد سريع، بلمره، بنزين، هلجنه، ثم تحلل مائي قاعدي. اكس وواي وزد ثلاث مشتقات هيدروكربونيه. مشتقات افتكر عند اختزاله في وجود كرومات النحاس. اول ما تقرا كلمه اختزالي ديت اعرف ان انت معاك حمض. يختزل بالخرسين اعرف ان انت معاك فينول. وتبدا تنزل الاول تدور على الناس دي. يعني واي دي بقول لك فينول، لا لا لا، اهو فينول. بتبقى الاجابه واضحه. يعني حتى مش لازم اقرا السؤال لاخره الا لو كانت الاسئله مربطه ببعضها. عند اضافه 2 مول من الصودا الكاويه الى حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك عباره عن كحول ثانوي وحمض. لما تحط عليه 2 مول صودا كاويه ده اللي هيتفاعل بس، لان الكحولات ما بتتفاعلش مع القلويات، يبقى يتفاعل مول واحد فقط. عند إضافة برمنجانات، أول ما تسمع كلمة برمنجانات يبقى أنت رايح تأكسد حد في وسط حمضي إلى مركبين A و B. لوحظ زوال اللون مع A، يعني ال A بيرضى يتأكسد، ولم يحدث مع B يعني ال B ما بيتأكسدش. ماشي، كلام كويس. المركبات A 2 2 طبعا ده ثالثي، A 2 بروبانول ماشي بيتأكسد. B ينتج من اختزال حمض الإيثانويك. حمض الإيثانويك لو تم اختزاله هيطلع كحول أولي، والكحول الأولي بيتأكسد عادي. المركب B هو الإيثانول، الإيثانول بيتأكسد، يبقى الإجابة الصح الإجابة دي. السؤال 40 بيقول الحصول على ألكان حلقي من كربيد الكالسيوم. طبعا كربيد الكالسيوم لما بننقط عليه مية بيطلع الأسيتيلين. الأسيتيلين أعمل له بلمرة ثلاثية يطلع بنزين. البنزين أعمل له هض رجا يبقى هيكسب. يبقى نمشي على خطوات تنقيط الماء، ثم بلمرة، ثم هدرجة. أي. السؤال 41 بيقول مركب إكس عند أكسدته أكسدة تامة يطلع حمض. يبقى أكيد كان في الأصل كحول أولي. طب أرجعه كحول أولي إزاي؟ هتقوم راجع للأكسجين ده شيلها وحط مكانها اتش اي تي. ماشي. وعند إضافة 1 مول من ماء البروم إلى المركب إكس. ماشي. يعني هو عاوز يرجع لأصله، يبقى هو كان في الأصل CH3 CH2، كل ده كان موجود زي ما هو، ونشيل الأوها اللي جنب السي ونحط اتش اي تي. كده رجع تاني كحول ايه؟ أولي. بقول لك بقى إن احنا هنحط عليه ماء البروم. ماء البروم هيروح للرابطة باي يكسرها ويحط هنا بي ار وهنا بي ار، ونبدأ نسمي. دي أطول سلسلة أهي، بنرقم 1 2 3 4 5، 2 و3 ثنائي برومو، 1 بنتانول، 2 و3 ثنائي برومو، 1 بنتانول. يمكن تحضير الاستر الذي يعتبر برضه ايزومر. استر اهو، في كم كربون الاستر ده؟ في 4 كربون. عاوز نحضر الاستر اللي ايزومر لده. طب ده اسمه ايه؟ اسمه ايثانوات الايثايل.
طب احنا ممكن نعمل استر ازاي؟ باربعه، نخليه مثلا بروبانوات دول ثلاثه ومصايل دي واحده، والعكس ميثانوات بروبايل. فاحنا هندور بقى، مش هندور على الاثنين دول، احنا هندور على حمض بيبدأ بكلمة بروب دي. فاحنا عندنا مثلا حمض اهو بروبانويك، والكحول يبقى مس اهو، مس اهو صح، يبقى حمض البروبانويك مع الميثانول هيطلع لنا بروبانوات الميثايل. 43 بيقول عند اضافه اتش بي ار للمونيمر اللي قدامنا، لا للمونيمر اللي كون البوليمر ده. انا قلت لك قبل كده لو عاوز ترجع للمونيمر تاني، تروح تختار كربونتين متجاورتين كده، وتشيل الرابطه الشمال دي وتشيل الرابطه اليمين دي، وتحط في النص رابطه ثنائيه، يبقى سي 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 ال سي اتش 3 اتش، ده المونيمر. عاوز يحط عليه اتش ايه؟ اتش بي ار، سهل. لما نيجي نضيف اتش بي ار لازم نخلي بالنا من قاعده ماركينيكوف، اكسر يا سيدي اهو، دي كربونه فقيره تاخد البي ار، دي كربونه غنيه تاخد الاتش. تعال نختار اطول سلسله كربونيه اهي، بروبان، يبقى احنا هننهي بكلمه بروبان مش بروبين دي. نشوف بقى اهو، واحد برومو واحد وواحد ثنائي كلور، كلام مظبوط. السؤال اللي بعده بيقول ايثين حطينا عليه ماء البروم. طبعا لما بنحط عليه ماء البروم بنكسر الرابطه باي، ونحط هنا بي ار وبي ار، ثم نحط عليهم كاوتش يبقى او اتش او اتش. فهي من مائة صحيح. ايه واحد واثنين ثنائي بروم؟ ما فيش اصلا واحد واثنين ثنائي بروم، الا الاجابه جيم، والمركب الثاني جليكول. الاسئله المقاليه بتقول اكتب ناتج العمليات الاتيه عند بلمره الايثاين، طبعا سيتكون البنزين. وهل جنت الناتج بالاضافه؟ طبعا هيطلع الجامكسان لانه اضافه. السؤال الثاني بيقول يتفاعل الميثانول مع حمض السلسليك، يبقى هو رايح هنا لزيت المروخ اهو، استر من فوق وفينول، ده زيت المروخ، وعايزين نفعله مع هيدروكسيد الصوديوم. هنا بقى ما قالش هيدروكسيد الصوديوم على البارد ولا على السخن. ليه؟ لان لو على البارد هيتفاعل مع الفينول بس ويخرج الاتش بتاعته، لو على الساخن هيتفاعل برضه مع الفينول وهيتفاعل مع الاستر. ماشي، لو اعتبرناه ان هو بيتكلم على البارد. كده المركب 3 عرفناه اللي هو ده حمض زيت المروخ، المركب رقم 4. لو على البارد هتفضل مجموعة الاستر زي ما هي، وده هتقلب او ان ايه، ده لو على البارد. لكن لو على الساخن هنكسر بقى الاستر هنا ونحط هنا الاو والان ويبقى ملح، ونحط هنا الاتش. السؤال الاخير بيقول اكبر الكين غازي. طبعا الالكينات غازيه من 2 ل 4، بس هو قال اكبر، يبقى هو عايز سي 4. سي 4 الكين، ما قالش نحط الثنائيه فين؟ في عدد ذرات ويخضع لقاعده ماركينيكوف، يبقى مش هنحطها في النص، هنحطها في الجنب هنا. حطينا عليه اتش بي ار، ادي الاتش بي ار، يبقى لازم نطبق قاعده ماركينيكوف ونودي الاتش بره والبي ار جوه، لان الجوه اللي بتبقى فقير. يبقى سي 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 سي، والبي ار بقيت على الثانيه. ماشي، رجع حط عليها تحلل مائي، يعني حط عليها كي او اتش اكوس وسخن. هنستبدل مين؟ هنبدا نستبدل البي ار اهو، هتبقى سي 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 سي، ويبقى معانا كحول ثانوي. طيب هو عايزه بقى، عاوز اسم الالكين اللي قدامك ده واحد بيوتين، بس هو ليه حل تاني. عاوز المركب A، المركب A اللي هو 2 برومو بيوتان، المركب B 2 بيوتانول، ما عادش الا المركب C. بقول لك المركب C لو احنا بلمرنا المركب ده اهو، ده اهو بالاضافه، طب ما هو هيبقى نفس الاسم القديم بس مسبوق بكلمه بولي، يعني بولي واحد بيوتين.
هنا بس في حاجة، هو قال أكبر ألكين وإحنا قلنا بأربعة. طب ما أنا كنت ممكن أرسم كده كده، ما هم دول أربعة برضه. أه صح، ويطبق عليه قاعدة ماركينيكوف ويطلع منه كحول عادي وكل حاجة. يبقى هو كان لازم يزود جملة هنا عشان ما نحتارش ما بين الاتنين. إيه الجملة اللي كان ممكن يزودها؟ يقول متفرع ولا غير متفرع. شكرا لكم، ده كان امتحان نموذج رقم 2. كان معكم مستر مجاهد موسى، خبير في مادة الكيمياء.